السلام عليكم لي زامي، مرحبا بكم معنا في قناه سناك دي زامي. اليوم غادي نجاوبوا على الكومونتير الثاني اللي كيقول: السلام عليكم، انا عندي مشكل ما كنقدرش نوفر فلوس السلعه، كيفاش ندير حتى نوفر فلوس السلعه؟ بالنسبه للتحكم الفلوس ديال السلعه، باش تخلص السلعه كيخصك واحد الصرامه وخصك التحكم في راس المال. باش تتحكم في راس المال خصك دير واحد الاداره ديال الاموال. ما تنساوش ان هذا الموضوع هذا هضرت عليه، كيفاش دير كيفاش تتعامل مع الروسيطه ديالك اليوميه، كيفاش تتعامل مع الفلوس ديال سناك. فغادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو ونجاوبوا السيد او السيده اللي قال لنا ما كنعرفش نوفر الفلوس ديال السلعه، بمعنى انه ما كيعرفش يجيري الفلوس ديالو، ما كيعرفش كيفاش كتخرج ليه الفلوس من يدو وكيفاش يخلص السلعه اللي كيتسال. بالنسبه لاداره المال في سناك فهي خصها واحد الصرامه، واحد الحذر. كيفاش؟ مثلا كاين المصاريف وكاين المداخيل، فالفلوس اللي كتدخل لك هي عن طريق المبيعات، يعني المبيعات ديالك هي راس المال ديالك، الفلوس اللي كتدخل لك. كاين المصاريف اللي انت كتصرف بحال الكرا، الماء والضوء، الكرا وداكشي كامل، والخدامه، الخلاص ديال الخدامه، هادشي كامل مصاريف. ولكن كيفاش دير تتحكم في المصروف ديالك او في راس المال ديالك باش ما تخليش يضيع منك وما تلقاش باش تخلص السلعه؟ اذا راس المال ملي كيدخل اش كنديروا ليه؟ كنحطوه في شي بلاصه بعيد على المصاريف ديالي الخاصه. ضروري نقطة مهمة، وهي أنك تفرق ما بين الخدمة وما بين المصاريف ديال الدار الخاصة أو ديال الوالدين وديال موالين الدار ديال العائلة، المصاريف الخاصة ديالك. كذلك باش تتحكم في رأس المال غادي تحاول أنك تقيد المداخل ديالك اليومية، ضروري، وتقيد المصاريف ديالك اليوميه او ديال السيمانه او ديال جوج سيمانات او ديال الشهر. فالمشكل اللي كيوقعوا فيه بزاف الناس وهو انك عندك واحد المصاريف صغيره كتبقى تشري كل نهار واحد البياسه خاصه، مثلا كل نهار كتشري الحليب ولا كل نهار كتشري كيلو ديال شي حاجه. هذيك الخدمه ما خداماش، خصك تحاول تشري السلعه كميه كبيره ديال السلعه من المورد ديالك، غيجيب لك السلعه كل 15 يوم ولا كل سيمانه اللي غتكفيك في سيمانه. انا كنصح من الاحسن انك تتعامل بالسيمانه. اذا النصيحه الاولى وهي انك تحيد المصاريف الصغيره. هذيك المصاريف الصغيره ما كتحسبهاش، شي مرات كتقول درهم، جوج دراهم، 3 دراهم، اللي كتلقاها في الشهر بزاف وفي العام كتلقاها بزاف. يعني خصك المصاريف الصغيره تجنبها، وإلا جبتي شي حاجه من المصاريف الصغيره نادرا اللي خصك تجيبها، وخصك تقيدها حتى هي باش تعرف المصاريف فلوس فين غادا. يعني الا تحكمتي في الفلوس اللي داخله واللي خارجه غادي تلقى المشكل فين كاين. بالنسبه ليك انت والمصاريف ديالك اللي تحتاج، خصك دير راسك خلصه من الشركه ديالك او من السناك ديالك. السناك ديالك الفلوس اللي كتدخل فهي غادي تخلص بها راسك في راس الشهر. ملي غتحسب وتخلص الخدامه غتخلص راسك حتى انت، وغدير راسك خلصه اللي تكفيك وما تقيسش مازال فلوس المحل. يعني خصك تخلص راسك براسك. هنا كيشيطوا لك الفلوس باش تسير المحل وانت كتخلص راسك براسك. نصيحه اخرى بالنسبه للموردين اللي كيجيبوا لك السلعه، فانت ملي كتكون تتقيد كيوقع لك شي مشكل معاهم في الحساب، كترجع لداكشي اللي كتقيد تقارن 4 شهور ولا 5 شهور، كتشوف مثلا انت شريتي 3 المليون ديال السلعه في الشهر 3، شهر 4 شريتي 3 المليون، شهر 5 شريتي 3 المليون، شهر 6 لقيتي 5 المليون ديال المصاريف ديال اللي شريتي من عند المورد، رجعتي شهر 7 لقيتي 3 المليون عاوتاني. فهنا في هذه الحاله غادي تشك في داك شهر 6 وغادي ترجع تشوف واش المداخل كانت زايده ولا لا. فالمداخل الا كانت نفسها اللي كانت في شهر 3 و4 و5، يعني هنا كاين شي مشكل وشي غلط مع المورد. يعني المداخل تتبقى نفسها ولكن المخارج طلعات واحد الوتيره كبيره، لهذا خصك تراقب. ولا كان شي واحد مراقب لك هادشي ديال السلعه خصك تشوف معاه اشنو المشكل. اخواني اخواتي، هذا كان الرد على الكومونتير الثالث. الكومونتير الثاني فهو طلب مني الاخ
انني نجاوبوا على الفريت علاش كتكون لاويه. هذا غادي نديروا ليه فيديو خاص ان شاء الله، وغادي نديروا كيفاش نوجدوا الفريت تجي مقرمشه. الاخ الكريم اللي جاوبنا على كيفاش نوفر الفلوس ديال السلعه، كنتمنى نكون واضح. ونقطه اخيره وهي حاول انك تعطي قيمه للدرهم ديال المحل، يعني الفلوس ديال المحل خاصها تكون لا تقاس الا للضروره. فملي غادي تقيسها غادي تخلص خدام، ملي تقيسها خلص شي حاجه ديال الخدمه تابعه للصناع، ما تهزهاش وتخلص بها شي حاجه ما تابعاش للصناع. انت راسك انت خلص راسك. المهم كنتمنى الجواب يكون واضح، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كميه كبيره ديال السلعه من المورد ديالك. لا تنسى الاشتراك في القناة دعما لنا لنواصل نشر المزيد. السلام عليكم وإلى اللقاء.